عندك شوية دقيق وشوية جبن في التلاجة ومحتارة تعملي أكل ايه النهاردة؟ يلا بينا نعمل بيتزا. يلا بينا ندخل على المكونات. ومعانا مبدئيا 3 كوبايات دقيق. أنا احتجت في الوصفة دي حوالي نص كوباية كمان لأن السوائل كانت كتير معايا، فانتي اللي بتظبطي العجينة بتاعتك. يستحسن تستخدمي دقيق مخبوزات. دلوقتي نزلت بنص معلقة صغيرة ملح وهنزل بمعلقتين سكر. هنا انا نزلت بكوباية زبادي ممكن نستغنى عنها عادي جدا مفيش مشكلة، ونزلت كمان ببيضة مش من المكونات الأساسية وممكن نستغنى عنها برضو مفيش مشكلة. كده دلوقتي هنبدأ نلم العجينة. هنا بقى كنت جايبة كوباية حطيت فيها نص معلقة سكر ومعلقة خميرة كبيرة وربع كوباية مية دافية عشان الخميرة تتفاعل معايا. العجينة دي احتاجت معايا بس ربع كوباية مية عشان السوائل كانت كتيرة معايا. حط المية تدريجيا ونزلت بربع كوباية زيت. هتعجيني فيها حوالي ربع ساعة. انا هنا استخدمت زي ما قلتلكوا دقيق مخبوزات، ممكن تستخدمي دقيق متعدد الاغراض. انا استخدمت هنا دقيق المخبوزات لان هو بيربي عرق. زي ما انتوا شايفين كده بمسك العجينة بضربها كذا ضربة كده على الرخامة عشان تربي عرق معانا. ابذلي كل طاقتك فيها. في النهاية هتحصلي على عجينة شبه الملبن كده، طرية ومش بتلزق في ايدك. دلوقتي انا غطيتها بستريتش راب او قماشة نضيفة وسبتها لحد ما خمرت. اخدت معايا حوالي ساعة الا ربع، وده كان شكلها بعد ما خمرت معانا. دلوقتي انا قطعتها لقطعتين وحطيتهم في الصاجات. بقطع الكورة وبسيبها برضو تستريح حوالي 5 أو 6 دقايق عشان تبقى سهلة معايا في الفرد. لو جيتي تفرديها ولقيتيها صعبة معاكي سيبيها كمان 5 دقايق. هنا بعد ما فردتها مسكت شوكة وغرست بيها العجينة علشان نطلع الهواء اللي جواها. هنا كان معايا صلصة بيتزا حطيتها عليها. لو ما عندكيش صلصة بيتزا حطي صلصة عادية عليهم معلقتين زيت وشوية توابل وافرديها على البيتزا عادي. ونزلت بشوية جبنة شيدر كانت عندي موجودة في التلاجة، ونزلت بعد كده بالزيتون شرايح الزيتون، وبعد كده هنزل بالجبنة الموتزاريلا. دي انا حبيت اعملها جبن بس كده وسادة ومكوناتها بسيطة. الصاج التاني بقى معانا انا هحط فيه حاجات موجودة برضو عندنا في التلاجة، فلفل وطماطم وزيتون. الجبنة الشيدر يا جماعة مش أساسية، هي كانت موجودة عندي في التلاجة زي ما قلتلكم فمحتاجتش ان انا اشتريها. اساسها بيبقى الجبنة الموتزاريلا. زي ما انتوا شايفين كده الصاج التاني هنحط عليه الفلفل. كان عندي فلفل احمر الوان والفلفل الاخضر وعندي كمان شرايح طماطم. انا وانا بعمل البيتزا دلوقتي كنت بفرد العجينة. انا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، لازم تدخل على فرن سخن مسبقا لان العجينة بتاعة البيتزا اصلا ما بتاخدش وقت كتير، ولازم النار تبقى عالية علشان العجينة ما تفقدش السوائل بتاعتها وتبقى ناشفة معانا. دخلتها حوالي 10 دقايق في الفرن وكنت مشغلة الشواية معاها، بس ما تعليش الشواية عشان ما تحرقلكيش الجبنة. وده كان شكلها يا جماعة بعد ما خرجت. كانت العجينة طرية والبيتزا بتمط وشكلها حلو جدا وطعمها احلى كمان. اهم حاجة تلتزمي بالخطوات اللي انا قلتلك عليها وانتي هتحصلي على نتيجة حلوة جدا. اهم حاجة مدة العجن، كل ما تدي العجينة وقتها كل ما العجينة تطلع معاكي كويسة، وكمان درجة التسوية. المكونات هتلاقيها موجودة عندكم في صندوق الوصف. ال3 كوبايات دقيق عملولي 2 بيتزا حجم كبير ما شاء الله. لو عجبتكم الوصفة دوسوا اشتراك في القناة ولايك وشير، وبالهنا.